السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. دلوقتي يا جماعة انا بسبك للفاصوليا البيضة هي الناشفة. نعمل لكم اكل عظمة النهاردة، سهل عليها ان شاء الله. تعليق حلو ولايك حلو. صلوا على النبي كده وخشوا معانا على الفيديو. كده يا حبايبي انا حطيت الطماطم على البصل عشان تتسبك، عشان الفاصوليا البيضة دي. ودلوقتي وادي اللحمة بتاعتنا مسلوقة عادي خالص. اي حد يعرف يسلق اللحمة يا جماعة. ومعانا هنا صلصة تانية، ومعايا الرز بتاعنا بيتردد، ومعانا هنا كوباية دقيق، كوباية ونص يعني، مش حاجة. انا عايزة هعمل شوية رقاق ناشف يا جماعة، وحطيت نطرة سكر واحط نطرة ملح، وهعجنهم بمية بس. الرقاق الناشف يا جماعة بتعجن بمية بس، يعني نطرة ملح، نطرة سكر، شوية الدقيق، ومعاهم شوية المية اللي هيتعجنوا بيهم، وهوريهم لكم. كده يا جماعة العجينة بتاعتنا بتكون يابسة شوية، مبتكونش سايبة عشان اقدر اتحكم فيها. طبعا انا كنت حطاها هنا، قعدت تروح وتيجي معايا في قلب الطبسيه دي الستيل البوله، وبعدين قلت لا احطها على الرخامه عشان اقدر املكها، لان هي حته صغيره. طبعا هتلزق منك، فكل ما تلزق تحس ان هي لزقت شويه دقيق، واخدميها بقى يا جماعه في العجين شويه. كده يا حبايبي ده حجمها، هتبقى صغنونه خالص. حتى دي جت كبيره شويه اقطع منها، دي كانت اول واحده عملتها اهي، عشان اقدر افردها على الرخامه وهستعملها هنا، مش هطلع فوق. ارفعي فوق شويه ايدك اهي يا جماعه. تعملي ايه يا ماما؟ هعمل رقاق ناشف علشان اعمل فته يا جماعه. الفته بقى اللي تتعمل على اصولها، مش بعيش شامي او عيش بتاع الفرن، لا هعملها مش بلدي. لا رقاق ناشف. في رقاق طري وفي رقاق ناشف. هكون جربناها بالرقاق الناشف. الرقاق الطري لا، ما تبقيش تفتي. مش عارفه. اللي احنا جربناه يا جماعه، اللي انا كنت عملت يوم الفسيخ ده الرقاق الطري. النهارده الرقاق الناشف اللي هو ما بتحطش فيه اي دهون. الرقاق الطري انا بحط فيه زيت وسمنه، واوقات بستعمل معاه خميره واوقات لا، مش كل الوقت بستعمل فيه خميره. موجود مش موجود ما بستعملش. هقرصهم يا جماعه حبه صغننين كده، هقرصهم صغير قد الليمونه كده، وهرجع لكم تاني. كده يا حبايبي اهو الرقاق اهو. بتحط دقيق كتير من فوق عادي ومن تحت وبتشتغل. بترققي بقى على قد ما تقدر. معلش بقى انا ملبوخه بصور لنفسي وبعمل مع نفسي. بسم الله. كده يا جماعه انا عملت هنا 3 اهم. ده واحده تحت اهي، واحده اهي، ده 1، ده 2، ده 3. هحط هنا على وش دي شويه دقيق، واخد دي واحطها فوق لما اعمل شويه، وبعدين اشتغل بقى على البوتاجاز.
كده يا حبايبي انا بعمل على الطاسه اهو. ثانيه واحده دي كمان. يا جماعه الطاسه على النار والعه تحت. دي صينيه عاديه خالص اهو. ودول اول اتنين انا جربتهم اهم يا جماعه اهمت، وهوريكم دول برضو خليكم معايا اهي ما شاء الله اهو. ولسه هيحمر تاني كمان بوريكم بس على السريع اهي. خدوا بالكم يا جماعه عشان ايديكم ما تلسعش، انا اتلسعت كتير اهي. بتقب اهي ما شاء الله. اما اجي اشيلهم هوريهم لكم. ده شايل زيت يابا. يا جماعه في نفس الطاسه اللي انا حمرت فيها حته اللحمه التوم بتاعنا. وده الرقاق بتاعنا. هنكسره على التوم. طريقته سهلة جدا يا جماعة، بس عايز صبر بس شوية. بيبقى خفيف عن العيش الشامي واي عيش تاني. هو ده اساسه بتاع الفتة، الرقاق ده اساسه بتاع الفتة. كده يا جماعة انا حمصتها، العيش شرب الزيت. هحط شوية صلصة. الصلصة دي محطوط عليها كمون وفلفل اسمر وورق كمون وفلفل اسمر وملح وبابريكا. المفروض ان هي تحط عليها خل يا جماعه. انا عندي ما بيحبوش الخل، لما بحط خل على الاكل بيسيبوه. انا مش هبقى مكلفه الاكله وتعبانه فيها وارميها. فانتوا بتحبوا الخل حطوا معلقتين خل يا جماعه. نحط الشوربه بتاعتنا. الريحه رهيبه يا جماعه عشان التوم. الشوربه ما شاء الله هتاخد غلوه وهوريها لكم. كده يا جماعه انا حطيت الفته اهي اتفرختها من الصينيه وكده. هحط عليها الرز. انا غرفت رز اللي هياكل فاصوليا ورز، وكده انا بعمل الفته اللي هياكلوا فته. انا بغطيها كده بالرز. متنسوش تصلوا على النبي يا جماعه وتوحدوا الله. واللي ما اشتركش في القناه يشترك معانا. قولوا لي ايه رايكم يا جماعه، بتتفرجوا على الفيديوهات
محدش بيكتب تعليق حلو ليه؟ بسم الله الرحمن الرحيم. ايه رأيكم في طبق الفتة ده بقى؟ ارفعي لفوق. ايه رأيكم يا حبايبي؟ هوريلكوا بقى في الاخر لما نخلص كل حاجة كده يا جماعة. غدانا خلص النهاردة. ده الشوربة وده الرز وده الفاصوليا التقلية ودي الفتة بتاعتنا اهي ما شاء الله، وادي الشوربة برضو، وده الرقاق يا جماعة اللي فضل يعمل لي فتة مرة كمان. الكمية اللي فضلت تعمل لي مرة كمان زي اللي انا عملتها دي. متنسوش صلوا على النبي، واللي ما اشتركش معايا يشترك، وربنا يحسن بين ايدينا جميعا. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قضيته بصيد شوربة بعضمتين كده تذوب البهاريز. سلام.